تشارك الفنانة هنادي مهنا بموسم رمضان 2024 المقبل ببطولة مسلسل ألف ليلة وليلة أمام الفنان ياسر جلال الذي قاربوا على إنهاء تصويره. ويواصل صناع المسلسل تصوير المشاهد على قدم وساق سعيا منهم لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم. وتجسد هنادي خلال العمل دور حورية البحر، بينما يجسد الفنان ياسر جلال دور شهريار، ومن المفترض تصوير بعض مشاهد العمل في المغرب. مسلسل ألف ليلة وليلة من إنتاج شركتي ميديا هب سعدي جوهر وأروما استوديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث، ومن إخراج إسلام خيري، وبطولة ياسمين رئيس ونور وشير عادل وليد فواز سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين ما قرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام الم قبله. وظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار. وقدم ياسر جلال في رمضان الماضي مسلسل علاقة مشروعة من 15 حلقة، وشارك في بطولته مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمرو رزيق، محمود فاروس، جودي مسعود، كريم محجوب، نهوال نور، وردش مجدي، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالدي. وتنتظر هنادي في الفترة المقبلة عرض فيلم أنا وابن خالتي يوم 13 ديسمبر الجاري، وتجسد خلاله شخصية ابنة سيد رجب، ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، سرة عبد الرحمن، ميمي جمالي، إنعام سالوسة، إسراء روخا، وعلي لوكي. والعمل من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد صالح.